بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن محمد شريف. طبعا في الفترة اللي فاتت ديت ناس كتير قوي اتكلمت على ان محمد شريف في الزمالك، وصفحات كتير من الزمالك كانوا بيقولوا هنرد القلم بقلمين، قلم زيزو مش عارف ايه. انا بتفاجئ جدا من الناس البجحة اللي بتتكلم عن ان هي ممكن مثلا تقف قدام الاهلي في الصفقات وكده. صاحبي انت لسه عايش، انت لسه موجود اصلا، انت لسه المفروض ليك نفس ان انت تنافس، او عندك دم ان انت تقارن. ما هو انت كزملكاوي لازم تفهم ان انت ولا بتقارن، ولا ليك في البطولات، ولا ليك في المحافل الدوليه، ولا ليك في اي حاجه، ولا ليك حتى في الصفقات. انت يوم ما بتيجي تغيظني عشان تجيب صفقات بتاخد على وشك. انت جيت قلت لي ان مشلاك ده بيطير في الجو وبيعمل حاجات غريبه، وهو مشي ورفع عليك قضيه، عندك ايقاف قيد. جيت قلت لنا ان الفدائي ومش الفدائي عمر فرج ومش عارف ايه، مشي ورفع عليك قضيه. انت بتعمل ايه؟ وفي الاخر جايب لي مدرب اسمه مش عارف ايه. ما ينفعش، ما ينفعش الاسم ده اصلا يجي في مصر ازاي يعني. وبعدين هيعمل كده مع فريرة؟ طب ما ممكن يعمل كده معاكوا ويديكوا الصابونة ويرفع عليكوا قضية. يبقى عمل كده مع فريرة والده وعمل كده مع جمهور الزمالك. طب ده ينفع؟ انت عارف اسمه ايه بقى؟ ايه العبط ده؟ بعدين محمد شريف مين اللي يجي الزمالك؟ معلش، هيجي الزمالك؟ انت هيبقى ليك وش ان انت تلعبه ازاي؟ ده هداف القمه اصلا، ده كل لما كان بيصوم كان بيفطر عليكم بجونين. انا مش فاهمكم بصراحه، جمهور العقليه راحه في داهيه. صفر وواحد في المية تقريبا. فانتوا انا مش الله يكون في عون الزملكاويه، الله يكون في عون الزملكاويه. حذاري حذاري تجيب سيره الاهلي، حذاري.